بركاته مرة تانية من قناة مكسرات من الريف المصري الجميل. ومعانا النهاردة عنب الديب. ده نبات زي ما احنا شايفين كده، نبات بيطلع طبيعي، يعني مش بيتزرع بطريقة مقصودة. يعني هو بيطلع على ريش المصارف، على الحواف، على الجسور، في الأماكن اللي هي الناس ما بتقومش بعملية الحرث فيها، أو العزيق، أو تنظيف الحشائش. فهو يعني نبات مرتبط بالطفولة أكتر شوية يعني. كنا دايما واحنا صغيرين عندنا عنب الديب ده زي فاكهة، عامل زي فاكهة الحرنكش كده. هو نبات يعني شتوي، ربيعي، يعني بيجي في نهاية الشتاء، يعني بينبت في أول الشتاء ويثمر في نهاية الشتاء، ويظل لبداية فصل الصيف. يعني بيقعد فترة كبيرة أوي في الأرض. يعني بيفكرني بالحرنكش، او انا ما اعرفش ليه اسماء تانية، اللي هي حاجات عامله زي من نوعيات الطماطم. حتى احنا لو بصينا للثمره بتاعته هنلاقيها. وطبعا من الحاجات اللي هي فيها الوان، يعني فيها مضادات اكسده. لو فتحنا ثمره هنلاقي فيها بذر، مش عارف، انا بس ماسك التليفون، فيها بذر صغير جدا وسائل مايل لونه للسمار، ومسكر جدا، وطعمه غريب. يعني طعمه ليه مذاق مقارب من مذاق الحرنكش، بس مع انه مسكر، او زي الطماطم اللي هي اللي بتبقى مسكرة دي، بيقولوا عليها ايه؟ مش فاكر اسم الطماطم ايه. لو حد فاكر يقول لي في الكومنتات. مش فاكر، مارجريتا ولا اسمها ايه. هو زيها بالظبط. وانا بقى دلوقتي انا باكل، طعمه جميل جدا يعني. فكرني بايام ما كنت صغير. يعني ما اكلتوش من زمان، ونادر انك تشوف الشجرة بتاعته. يعني نادر انك تشوف الشجرة بتاعته، عزيزة الوجود شوية، يعني لانها تقويها بتبقى عشوائية، نتيجة مثلا الطيور بتنقلها من مكان لمكان لانه مسكر طبعا، او ممكن تتنقل عن طريق الحرث والحاجات دي، يعني بالصدفة انك تلاقيها يعني. وكل مثلا 5 6 سنين على ما تشوف حاجة زي كده. كل 5 6 سنين على ما تشوف حاجة زي كده. طبعا هي حبايته صغيرة جدا، يعني مش ما ينفعش الإنتاج ولا ينفع أي حاجة. يعني هو بس إيه، بالصدفة أنت لو شفته وكلت منه مش هتنساه. و مش هنطول عليكم بقى في موضوع عنب الديب ده. ومع فيديوهات تانية إن شاء الله، حاجات مكسرات من الريف المصري الجميل.